على مدار يومنا الطبيعي كتير ما بنواجه أسئلة مفاجئة بتجيلنا من حيث لا نعلم، منها الصعب واللي مش عارفين إجابته واللي مش عايزين نجاوب عليه. في فرجة هنقولك في 5 خطوات بس إزاي تتعامل مع أي سؤال من النوعيات دي. أول حاجة تعملها لما تتلقى أي سؤال من أي نوع، اتأكد إنك فاهم السؤال كويس ومفيش أي جزء مبهم فيه، وما تترددش إنك تسأل أو تستفسر الأول عن إذا كنت فاهم اللي يقصده الشخص ده ولا لأ. ده مش بس هيسهل عليك الإجابة بشكل كبير، بس كمان هيمنحك وقت إضافي علشان تفكر في إجابة. على عكس ما انت فاكر، انت مش مجبر انك ترد على السؤال بسرعة، مفيش اي داعي يدفعك انك تستعجل، بل على العكس التسرع في الرد ممكن يخليك ترد بشكل مش كويس. علشان كده خد الوقت انك تفكر كويس قبل ما تنطق باي كلام، فكر بهدوء، المهم انك تبين انك بتفكر بالفعل مش بتتجاهل اللي بيسأل السؤال. مش شرط ابدا انك تجاوب على كل اجزاء السؤال، ممكن جدا تكتفي بجزء تكون عارف تتكلم فيه كويس وبس، وتبدأ تتكلم فيه على امل انك تقدر تقود مسار الكلام لبقية الاجابة، او مجرد تكتفي باللي تعرف تقوله. احيانا اللي بيسأل السؤال مش بيهتم بربط اجابتك بالسؤال بتاعه من الاساس. خلي بالك كويس من تعبيرات وشك وحركات جسمك وانت بتسمع السؤال بتجاوب، وحتى بعد ما تخلص الإجابة. الحاجات دي تقدر تأيد الكلام اللي انت بتقوله أو تقدر تنفيه، لأن للأسف جسمك مش بيقدر يخفي الحقيقة ولا بيقدر يخفي المشاعر المسيطرة عليه في الوقت ده. فلو ما أدركتش ده كويس وسبت جسمك يتصرف بطبيعته، ممكن تعبيراتك تتعارض بشكل ما مع الكلام اللي انت بتقوله. انت مش مجبر انك ترد على السؤال بسرعة، انت مش مجبر انك ترد على السؤال اساسا لو مش عايز ترد عليه. وطالما مفيش مخالفة قانونية او اخلاقية من انك ما تجاوبش، تقدر بكل بساطة تعتذر عن الاجابة بابتسامة صغيرة وبكل هدوء. وضح للي قدامك انك ما عندكش رغبة في الاجابة عن السؤال ده، خصوصا لو سؤال محرج او شخصي شويتين. قولوا لنا في كومنتس تحبوا تكون ايه مواضيع الحلقات اللي جايه، وكمان شير الفيديو ده مع اي حد من اصحابك او مع اصحابك كلهم او كل الناس اللي تعرفهم يعني عادي، وسيب لنا على الفيديو ده عدد 1 لايك لو سمحت. نشوفكم الفيديو الجاي.